السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم حسن علي من المغرب. القصة التي بين أيدينا اليوم يا إخواني ليست مجرد حكاية تروى لتمضية الوقت أو للتسلية العابرة. لا، نحن أمام واقعة حقيقية هزت الأبدان، قصة مليئة بالغموض والرعب الصادم جعلت كل من سمع بها يتساءل بذهول: هل يمكن أن يحدث هذا فعلاً؟ أم أن العقل البشري يقف عاجزاً أحياناً أمام أسرار هذا الكون وخفاياه؟ تخيلوا معي هذا المشهد: أن تكون حافظاً لكتاب الله، إماماً للمسجد، وراقياً شرعياً يشهد الجميع بصلاحه وقوة إيمانه، وفجأة تطرق بابك امرأة مكلومة تطلب منك الحضور لرقية منزلها. لماذا؟ لأن أشياء غريبة مرعبة ولا يقبلها عقل بدأت تحدث داخل تلك الجدران. بصفتك رجل دين توافق على الذهاب لتأدية الواجب، لكن بمجرد أن تضع قدمك داخل ذلك المنزل تصطدم بواقع يتجاوز كل حدود الخيال. أحداث غامضة وظواهر مرعبة لم تخطر لك على بال. والأخطر من هذا كله أنك لن تكتفي بسماع الحكايات، بل ستجد نفسك مدفوعاً للدخول بجسدك وروحك إلى عالم الجن لترى بعينيك ما لم يكن ينبغي لبشر أن يراه. قصة اليوم يا إخواني تعد واحدة من أرعب القصص العربية الحقيقية التي سجلتها الذاكرة، والجميل والمخيف في نفس الوقت أن صاحبها هو من يرويها لنا. إنه الراقي المعروف الشيخ عبد الجليل البغدادي. حضروا قهوتكم أو كأس الشاي المنعش واجلسوا في مكان هادئ، لأننا على وشك السفر في رحلة لا عودة منها إلى عالم الغموض. كانت مدينة المحمدية التونسية تعيش هدوءاً. في قلب هذا الهدوء كان الشيخ البغدادي عبد المجيد يمثل السكينة والوقار. لم يكن مجرد إمام مسجد، بل كان ملاذاً للأرواح المتعبة. كان وجهه يحمل تجاعيد الزمان وحكمة كتاب الله، وصوته يمتلك رنيناً يبعث الطمأنينة في القلوب المذعورة. في عصر يوم خريفي كئيب طرق باب منزله بشدة. كان الطارق رجلاً يرتجف، يحمل في عينيه رعباً لم يره الشيخ من قبل. أخبره الرجل عن أسرة تسكن في أطراف المدينة تحولت حياتهم إلى جحيم لا يطاق. لم تكن شكواهم من مرض عضوي أو فقر مادي فحسب، بل كانت صرخة استغاثة من قوى لا يراها البشر، قوى استوطنت جدران منزلهم وحولته إلى سجن من الجن. استدعى الشيخ البغدادي رفيق دربه، الشيخ الجريدي. كان الجريدي أصغر سناً، لكنه كان يمتلك بصيرة نافذة وشجاعة لا تلين. انطلق الاثنان نحو ذلك المنزل الملعون، ولم يكونا يعلمان أن هذه الرحلة ستكون الأخيرة لواحد منهما والبداية لنهاية الآخر. وصل الشيوخ إلى العنوان المحدد. كان المنزل يقف وحيداً وسط الخلاء، جدرانه كانت متآكلة وسقفه ينحني تحت ثقل السنين. عند الدخول كانت الرائحة هي أول ما استقبلهما، رائحة عفونة غريبة ممتزجة برائحة القطران المحروق والنجاسة. جلست الأم أمام الشيخ البغدادي وصاحبه والدمع يحفر مجار في وجهها الشاحب. بدأت تروي تفاصيل المأساة التي غيرت مجرى حياتهم. قالت بنبرة متهدجة: لقد كان ابني البكر شغوفاً بالخروج في الليل، كان يجد في الظلام أنيساً له رغم كل توسلاتي وتحذيراتي. كان يخرج هائماً على وجهه في الخلاء القريب، وبقي على حاله تلك حتى جاءت الليلة المشؤومة التي خرج فيها ولم يعد. مر أسبوع من البحث المضني، أسبوع فقدت فيه الأم طعم النوم وبصيص الأمل. سألت الجيران والرفاق وجابت الفيافي، ولكن دون جدوى. وفجأة طرق الباب بقوة. كان بالباب رجال من أهل المنطقة
يحملون جسداً محطمة. لقد عثروا عليه ملقاً بجانب كهف قديم في أعماق الغابة المجاورة. لم تكن الصدمة في غيابه، بل فيما عاد به. عاد جسداً بلا روح وعقلاً تائها في ملكوت مجهول. صار يخرج الكلمات بلا معنى، وانقلب حاله من الوداعة إلى عدوانية مفرطة، يبطش بكل من يقترب منه ويرجم الناس بالحجارة، حتى لم تجد الأم المسكينة حلاً سوى تكبيله بالسلاسل الحديدية في زاوية من المنزل. لم تتوقف المأساة عند جنون الابن، بل بدأت جدران المنزل تنطق بالرعب. كانت الأم ترى أشباحاً غامضة تخترق الجدران، كائنات لا ملامح لها تظهر وتختفي في لمح البصر، وإذا ما تجرأت وصرخت في وجوهها تلاشت كالدخان، مخلفة وراءها صمتاً مرعباً. تطورت الأمور إلى ما هو أفظع. بدأت العائلة تسمع طرقات عنيفة على الجدران، وكأن ثمة من يريد اقتلاع الحجارة من أماكنها، بينما تصدح في الغرف الفارغة أصوات أحاديث وهمسات بلغات غير مفهومة. أما الطعام، فبمجرد أن تضع الأم المائدة يتحول الطعام النقي أمام أعينهم إلى كومة من القاذورات والنجاسة، تنبعث منها روائح نتنة تزكم الأنوف، رائحة الموت والقطران المحروق. وبسبب فقرهم المدقع لم يجدوا بداً من التعايش مع هذا الجحيم، يقتسمون خبزهم مع الشياطين مرغمين. هنا قاطع الابن الأصغر حديث أمه، وقد بدت على ملامحه آثار صدمة لم تمحها الأيام. بدأ يروي للشيخ البغدادي ما رآه بعينيه. ذات يوم وبعد صلاة المغرب توجهت نحو المطبخ لكي أروي ظمئي، لكن قدمي تسمرتا عند العتبة. كانت هناك قطة سوداء ضخمة رابضة على الأرض، لكن هيئتها لم تكن طبيعية. كانت منكمشة على نفسها بطريقة تثير القشعريرة، وقد غرست رأسها بالكامل داخل تجويف جسدها حتى اختفت معالم وجهها تماماً. انتابني رعب لم أعرف له مثيلاً، فقبضت على مكنسة كانت بجانبي وضربتها بكل قوتي. انتفضت القطة وهربت بسرعة البرق، وحين طاردتها لم أجد لها أثراً، وكأنها تبخرت في الهواء. واستطرد الصغير قائلاً: ظننت أن الأمر انتهى، لكن الليل كان يخبئ لي ما هو أدهى. نمت تلك الليلة لأرى في منامي كائناً يضربني بقسوة في نفس المكان الذي ضربت فيه القطة. استيقظت صارخاً من الألم، لتكون الفاجعة أنني وجدت آثار الضرب والكدمات حقيقية على جسدي، وكأن الحلم قد تجسد واقعاً. ولم تكن تلك آخر الأهوال، ففي يوم كان فيه الفتى وحيداً سمع صوتاً يناديه باسمه بوضوح. هب لفتح الباب ظناً منه أنه أحد أصدقائه، لكنه لم يجد سوى الريح تصفر. عاد لفراشه فعاد الطرق ثم عاد النداء، لكن هذه المرة كان الصوت ينبعث من داخل غرفته، وبالتحديد من أعماق الخزانة. توقف قلب الفتى عن الخفقان تقريبا وهو يراقب باب الخزانة يفتح ببطء ليخرج منه مخلوق يجسد الكابوس، كائن عار تماما، أصلع الرأس لا تنبت عليه شعرة واحدة، بشرته شاحبة كالموتى، يستر عورته شعر كثيف وغريب. كان المخلوق يزحف بطريقة بهيمية على يديه ورجليه معا، وعيناه تلمعان ببريق شيطاني، متجها نحو الفتى الذي تجمدت الدماء في عروقه، وهو يرى عالمه ينهار أمام هذا المسخ القادم من أعماق الظلام. قرر الشيوخ بدء الرقية الشرعية.
جلسوا في وسط الردهة وأشعلوا شمعة ضئيلة، وبدأ صوت الشيخ البغدادي يصدح بآيات الذكر الحكيم. مع كل آية كانت جدران المنزل تهتز، المصابيح التي كانت مطفأة بدأت تشتعل وتنطفئ بجنون، وكأن صراعا كهربائيا يدور في الخفاء. فجأة انطفأ كل شيء، ساد ظلام دامس، لكنه لم يكن ظلاما عاديا، بل كان ظلاما كثيفا تشعر بلمسه على جلدك. استمر الشيوخ في القراءة بيقين لا يتزعزع. حينها اشتعل الضوء مرة أخرى ليظهر مشهد مرعب. على سقف الغرفة كانت هناك آثار أقدام بشرية واضحة مقلوبة رأسا على عقب، وكأن شخصا ما كان يتمشى فوق رؤوسهم. وكانت تلك الآثار تنضح بمادة سوداء لزجة تشبه القطران. أما الابن المربوط فقد بدأت حالته تتدهور، بدأ يتقيأ كرات من الشعر الأسود الممزوج بخيوط مطاطية بيضاء. كانت عيناه تقتلبان بياضا، وصوته تحول إلى زئير وحش كاسر. قال الشيخ البغدادي بأسى: القضية ليست مجرد جن، إنها حرب مفتوحة بيننا وبين ملوك هذا المكان. بعد ليال من الرقية الشرعية، نام الشيخ البغدادي ليرى رؤيا عجيبة. وجد نفسه داخل كهف ضيق جدا يشعر فيه بضيق التنفس وعطش يمزق حنجرته. وفي الصباح حين التقى بصديقه الجريدي وجده شاحبا. قال الجريدي: يا بغدادي، لقد رأيت كهفا في منامي. قبل أن يكمل قاطعه البغدادي: وأنا كذلك رأيته. أدرك الشيخان أن هذه ليست مجرد أحلام، بل هي دعوة أو فخ من الجن. قرر التوجه إلى الكهف الحقيقي الذي وجدوا فيه الشاب. كان الكهف يقع في قلب الغابة، فتحته تشبه فما مفتوحا لحيوان مفترس. تردد الجريدي قليلا، لكن البغدادي قال له: توكل على الله، ولا يغلب الخوف إلا الإيمان. دخلا الكهف بمصابيح يدوية، مشيا في دهاليز ملتوية تنحدر نحو الأسفل. فجأة ظهر ضوء في نهاية النفق، لم يكن ضوء شمس، بل كان ضوءا أرجوانيا غريبا. خرجوا ليجدوا أنفسهم في عالم آخر تماما. كانت صحراء شاسعة، لكن رمالها كانت رمادية. السماء لم يكن فيها شمس ولا قمر، بل كانت تتوهج بضوء باهت. التفتوا خلفهم ليجدوا مخرج الكهف قد اختفى تماما، وكأن الجبل ابتلع طريقه. في تلك الصحلاء شاهدوا مدنا مبنية من طين أسود، ونيرانا عظيمة يرقص حولها كائنات مشوهة. كانت تتحرك بلا صوت، وأقدامها لا تترك أثرا على الرمال، وأجسادها بلا ظلال. وسط هذا المشهد المرعب ظهر فارس مهيب يمتطي جملا ضخما شديد السواد. كان الفارس يرتدي تاجا غريبا مرصعا بالحشرات تتحرك فوق جبهته. تحدث الفارس بصوت بدا وكأنه يأتي من تحت الأرض: أيها الإنسيون، لقد تجاوزتم حدودكم. هذا العالم محرم عليكم، والشاب الذي تحاولون علاجه قد اعتدى على حرماتنا فتلقى جزاءه. والمنزل الذي تقرؤون فيه القرآن هو وقف لملوكنا منذ آلاف السنين. ارجعوا قبل أن تحل بكم عقوبتنا. توسل الشيخ البغدادي تأمين طريق العودة. أشار الفارس بيده نحو الأفق: هناك طريق عودتكم، لكن احذروا، لا تلتفتوا خلفكم، فمن يلتفت منكم. بدأت رحلة العودة عبر السرداب المظلم. كان الشيخ البغدادي يخطو خطواته بحذر في المقدمة، وخلفه يسير رفيقه الشيخ الجريدي. كان الصمت داخل الكهف ثقيلا، لا يقطعه إلا وقع أقدامهما وإنفاسهما المتسارعة.
وفجأة انشق صمت المكان عن صوت لم يكن في الحسبان. سمع الشيخ الجريدي نداء مألوفا، نداء يمزق الروح. كان صوت والدته يناديه باسمه بنبرة حزينة ومستغيثة، وكأنها قابعة في مكان ما وسط ذلك الظلام الدامس. لم يمض وقت طويل حتى تحول النداء إلى صرخة مدوية، صرخة ألم واحتضار أطلقها الشيخ الجريدي، هزت أركان الكهف، ثم ساد صمت مطبق ومفاجئ. تجمد الشيخ البغدادي في مكانه، انتابه صراع مرير بين رغبته في الالتفات لإنقاذ صديق عمره وبين تحذير الفارس الجني الذي حذرهم من الالتفات خلفهم. قال في نفسه: لعل هذا مكر من الجن ليوقعوا بي، لكن الصمت الذي تلا الصرخة كان أشد رعبا من الصرخة ذاتها. قرر الشيخ البغدادي في لحظة يأس أن يلتفت، وحين وجه نور مصباحه إلى الخلف كانت الفاجعة. لم يجد أثرا للشيخ الجريدي، اختفى الرجل تماما، وكأن الأرض انشقت وابتلعته في جوفها. بحث عنه بجنون، نادى باسمه حتى بح صوته، مسح جدران الكهف بيديه المرتجفتين، لكن دون جدوى. لقد خسر رفيقه في برزخ ما بين العالمين. خرج الشيخ البغدادي من الكهف وحيدا، يجر أذيال الخيبة والحزن. كانت الصدمة قد زلزلت كيانه، وبناء على ما حدث قرر أهل مدينة المحمدية بتونس اتخاذ إجراء حاسم. اجتمع الجيران والمتطوعون وهدموا ذلك المنزل المسكون من أساسه لكي لا يبقى مأوى للجن والشياطين. وفي مكان ذلك المنزل شيدوا مسجدا لله، وأطلقوا عليه اسم مسجد الإمام الجريدي، تخليدا لذكرى الشيخ الذي دفع حياته ثمنا لمحاولة مساعدة الآخرين. أما تلك الأسرة المنكوبة فقد تكاتف المحسنون لانتشالها من الضياع، واشتروا من الأم وأولادها منزلا بسيطا في مكان آخر لعلهم يجدون فيه السكينة. لكن الجرح ظل غائرا، فالابن الأكبر لم يسترد عقله أبدا، لم ينفعه طب ولا رقية. أما الشيخ البغدادي فقد تحول إلى شبح لإنسان، لم يستطع تجاوز ليلة الكهف ولا صرخة صديقه. اعتزل الناس وانزوى في بيته يقتله الندم والحزن، ولم تعد قدماه تحمله إلى المسجد الذي كان إمامه. وبعد 3 أشهر فقط من تلك الواقعة وجده الجيران ميتا في منزله، في مشهد يدمي القلوب، حيث كان النمل قد بدأ ينال من جسده النحيل الذي أضناه الصبر والكمد. هذه القصة التي تداولها الكثيرون في المنتديات وعلى ألسنة الناس تبقى مثار جدل كبير، فبينما يجزم البعض بأنها واقعية تماما بأسماء شخوصها وأماكنها في تونس، يرى آخرون أنها قصة مستوحاة من أحداث حقيقية أضيفت إليها صبغة درامية مرعبة. لكن وبعيدا عن مدى حقيقتها، تظل العبرة في قوة الإيمان وفي تلك العوالم الغامضة التي تحيط بنا ولا ندرك منها إلا القليل. لقد سافرنا معكم عبر هذه الأحداث من عالمنا الواقعي إلى عالم من الغموض والخيال، آملين أن تكونوا قد استمتعتم بهذا السرد. شاركونا آراءكم في التعليقات. هل تصدقون بوجود مثل هذه البوابات لعوالم أخرى؟